دائما من الدعاة الأولين للتضامن وللسند وللوقوف جنبا إلى جنب مع الذين هم يستشهدون صباح مساء لتبقى كلمة الله العليا ولتبقى راية الإسلام رافلة في جو من النصر والكرامة. السلام عليكم. كاين واحد الكلام كثير على التطبيع ديال المغرب مع الكيان الصهيوني، وكاين بزاف ديال اللاغاط على الخطاب اللي كان ديال الملك الحسن الثاني. هذا الخطاب اللي به غادي يمنع الدعم من الشعب المغربي ديال القضيه الفلسطينيه، ولكن اليوم غنعرفوا اش دار ياسر عرفات باش يغضب عليه الحسن الثاني، وغادي نعرفوا التاريخ ديال العلاقات بين المغرب وفلسطين، وغادي نعرفوا بعض الطرائف اللي دارت بين الرئيس ياسر عرفات والملك الراحل الحسن الثاني، وغادي نعرفوا واش بصح نيت المغرب خال الفلسطينيين وخال فلسطين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. داكشي علاش الا كنتي مهتم بالموضوع دير شي قهوه وتصنت مزيان لهذا الفيديو، حيت فيه بزاف ديال المعلومات اللي كمغربي وكفلسطيني وكعربي خاصك تعرفها. ولا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديال ايوب بنان فمرحبا بك، انا ايوب صانع محتوى مغربي. كنطلب الدعم ديالكم بالاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، ما نطولش عليكم بزاف. مرحبا بكم. العلاقه بين المغرب وفلسطين هي واحد العلاقه قديمه، ورجعنا بسنوات للوراء، بالضبط الايام ديال الحروب الصليبيه. الايام ديال الحروب الصليبيه اللي كانت على فلسطين غلقاو المغاربه المجاهدين حاربوا في صف واحد، حاربوا مع القائد المغوار اللي هو صلاح الدين الايوبي. هذه المقاومه ولا هذه الحرب كانوا باش داروها باش يلاه يرجعوا القدس المحتله اللي كانت محتله من طرف الصليبيين في ذاك الوقت. كما ان صلاح الدين الايوبي كان عنده واحد الطلب في ذاك الوقت من السلطان المغربي اللي كان هو يعقوب المنصور. هذا الطلب اللي كان انه يعطيه اساطيل بحريه باش يلاه يواجه الصليبيين. هذا الطلب اللي غادي يتقبل من الملك في البلاصه، وغادي يرسل لصلاح الدين الايوبي اساطيل بحريه اللي عدد ديالها كبير، وجنود ومحاربين وحتى مجاهدين مغاربه باش يلاه يشاركوا في هذه المعركه اللي كانت ضد الكفار والصليبيين، واللي سالات بواحد الانتصار ساحق ديال الجيش ديال صلاح الدين الايوبي. وهنا تم استرجاع القدس بنجاح. من بعد هذه المعركه صلاح الدين الايوبي غادي يقدم واحد الثناء كبير على المغاربه، وقال لهم باللي عندهم الفضل في التحرير ديال القدس الشريفه. وداك الشيء علاش غادي يدير صلاح الدين الايوبي واحد الحي اللي عطاه للمغاربه يلاه يعيشوا فيه ويتعايشوا فيه. هذا الحي اللي تسمى بحي المغاربه، وزاد كملها صلاح الدين الايوبي كعرفان بالجميل ديال المغاربه، سمى باب من الابواب السبعه بسميه ديال المغاربه. هذا الباب اللي تسمى باب المغاربه. وعلى هذا الشيء كنشوفوا هذه المكانه الكبيره ديال المغاربه عند الفلسطينيين وفي قلوب الفلسطينيين، وحتى المحبه المتبادله بين الشعبين، لا الشعب المغربي ولا الشعب الفلسطيني. ولا شفنا حتى الملوك والزعماء والرؤساء ديال هاد الدول بزوج، يعني فلسطين والمغرب، حتى هما كان عندهم واحد الاحترام كبير وتعاون كبير بيناتهم. ولا شفنا المغرب فراه من بعد ما خرج المغرب من الاحتلال الفرنسي، اول حاجه غيقوم بها الملك الراحل اللي هو محمد الخامس هو الزياره ديال القدس الحبيبه، اللي فيها غادي يعلن على الدعم ديالو للقضيه الفلسطينيه، وكان هو اول زعيم عربي كيدعو للتحرير ديال فلسطين، اللي كانوا فيه تقريبا جميع الحكام والزعماء ديال العرب في واحد السبات عميق، لدرجه ان الملك محمد الخامس غادي يدافع بواحد الحرقه كبيره عن القضيه الفلسطينيه، وغادي يعتبرها انها قضيه المسلمين الاولى. داكشي علاش غادي يدير واحد الدعوه باش يتفتح الملف الفلسطيني وتوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. ولا شفنا من بعد العهد ديال محمد الخامس غيجي العهد ديال الملك الراحل الحسن الثاني كذلك. هذه العلاقه كانت طيبه لا مع الرئيس الفلسطيني السابق اللي هو ياسر عرفات. هذه العلاقه اللي كانت مبنيه على التآزر والدعم والمسانده، واخا عرفت هذه العلاقه مجموعه من التشنجات، ولكن في فترات اللي قليله. كان اول لقاء غادي يجمع الملك الراحل الحسن الثاني بالرئيس الفلسطيني الاسبق الراحل ياسر عرفات سنة 1967 بالضبط بمدينة أكادير، من بعد الحرب اللي كانت دارت بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذه الحرب اللي سالت وللأسف بانتصار ساحق لإسرائيل،
وفي ذاك الوقت اسرائيل غادي دير واحد التوسع كبير في المنطقه ديال فلسطين. هذا اللقاء كان الغايه ديالو هو الحوار في القضيه الفلسطينيه، وكانت واحد المحاوله كبيره من الملك الحسن الثاني باش يتوسط باش يكون واحد الحل اللي كيناسب اسرائيل وحتى فلسطين. الملك الحسن الثاني لا عند المغاربه ولا عند العالم اجمع ان الحسن الثاني واحد الشخص اللي ذكي ودائما كيفضل انه يحل المشاكل غير بالعقل والسياسه والحوار، حيت عارف ان العنف والحرب كيهدم وكيدمر الشعوب والمجتمعات وكيردها بواحد السنوات كبيره للوراء، خصوصا ان الملك الحسن الثاني كان عارف ان فلسطين واحد الدوله ضعيفه بزاف، يعني في حاله استمرار الحرب ديال فلسطين ضد اسرائيل راه فلسطين هي الخاسره في ذاك الوقت. وداك الشيء اللي كان الملك الحسن الثاني كان عنده واحد التدخل رئيسي في التوسط بين الفلسطينيين وحتى الاسرائيليين باش يكون واحد الايقاف ديال هذه الحرب، هذه الحرب اللي كتدمر الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي كذلك بواحد الدرجه كبيره، وحاول انه يجمع مجموعه من القياديين ديال الفلسطينيين بشخصيات فرنسيه واسرائيليه وامريكيه، هاد الشخصيات اللي بارزه باش يكون واحد الحل اللي كيناسب للاسرائيليين وحتى الفلسطينيين. باش نكونوا فاهمين الملك الراحل راه ما كانش كيعاون غير بالكلام، حيت علاش من التاريخ الملك الحسن الثاني كان ديما كيوقف مع المسلمين والفلسطينيين وكيعاونهم ماشي غير بكلامه بسلاحه وبالجنود ديالو. وخير دليل على هذا هي الحرب ديال اكتوبر اللي كانت سنه 1973. هنا الملك الراحل الحسن الثاني غادي يرسل واحد الكتيبه ضخمه من الجنود المغاربه برئاسه ديال الجنرال الصفراوي، والغرض من هذه الكتيبه هو القتال ضد اسرائيل على جوج حرب اللي بينوا فيها المغاربه كيف ديما على المهاره والبساله العاليه، وقاتلوا وحققوا نتائج اللي كبيره، وهذا الشيء بشهاده ديال السوريين اللي حاربوا في جنب واحد مع الجنود المغاربه ضد اسرائيل. وللاسف كل ما كانش الخيانه ديال حافظ الاسد في هذه الحرب والغدر ديالو كان التاريخ غادي يكون مختلف، حيت الوقت اللي كانوا فيه الجنود المغاربه داخلين الاراضي اللي استولى عليها الاسرائيليين كان الرئيس حافظ الاسد عطى امر للطيارين ديالو باش انهم ينسحبوا من هذه الحرب. داكشي علاش هنا الجنود المغاربه بقاو معزولين وتم القصف ديالهم بطائرات اسرائيليه، ومات في هاد الجنود الالاف، وتم تسميه هذه الحرب بمقتله المغاربه. وحتى في عام 1940 المغرب غادي يبين الدعم ديالو للقضيه الفلسطينيه. فاش كانت المغرب هي البلد المنظم ديال القمه العربيه، كانت القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاكثر مناقشه في الاجتماعات ديال هذه القمه، وفي هذه القمه غادي يتم الاعتراف رسميا من عند الدول المشاركه ان منظمه التحرير الفلسطينيه راه هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني. فتره المغرب غادي يحتضن الالاف من الطلاب الفلسطينيين اللي كانوا كيدرسوا في المغرب بواحد الشكل مجاني تماما، اضافه انهم كانوا كيحصلوا على منح دراسيه، وجميع المقيمين الفلسطينيين في المغرب كانوا كيتمتعوا بنفس الرعايه والحقوق اللي كانوا كيتمتعوا بها المغاربه، وربما اكثر من المغاربه. زياده على هذا الشيء الملك الحسن الثاني كان ديما كيرسل اكثر من مره مستشفيات طبيه عسكريه لفلسطين وكيقدم المساعده الطبيه اللازمه للشعب الفلسطيني. وفي عام 1977 قررت منظمة المؤتمر الإسلامي، هذه المنظمة الإسلامية اللي كتضم 57 دولة إسلامية حول العالم، أنها تأسس لجنة القدس، واللي كان الهدف منها هو حماية القدس الشريف من المخططات والمؤامرات الشيطانية الصهيونية، وتعطات الرئاسة للحسن الثاني رحمه الله، وانتقلت بواحد الشكل تلقائي للملك المغرب حاليا اللي هو محمد السادس من بعد الوفاة ديال الأب ديالو الحسن الثاني رحمه الله. ولا شفنا العمل ديال هذه المنظمه سنه 1981 تعقدات قمه فاس الاولى هنا في المغرب، وهذا بدعم من المملكه المغربيه وحتى المملكه الهاشميه الاردنيه، واللي كان الهدف منها هو مناقشه القضيه الفلسطينيه ومحاوله كبيره للوصول لحلول شامله باش تحقق العداله وتعطى الحقوق المسلوبه للشعب الفلسطيني. من بعدها بعام واحد بالضبط سنه 1982 تعقدات في المغرب قمه فاس الثانيه، وفيها غيتم مناقشه اول مشروع عربي للسلام. الغرض هو الدفاع عن الدوله الفلسطينيه والعاصمه ديالها اللي هي القدس. وفي خطاب الملك الحسن الثاني في هذه القمه غادي يعطي واحد لقب رمزي ديال المقاومه والصمود الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
شفنا في عام 1988 كان اعلان من منظمه التحرير في الاجتماع ديال المجلس الوطني اللي تنظم في العاصمه الجزائريه على انشاء لاول مره السلطه الفلسطينيه، وكان المغرب هو اول دوله كتعترف بها. 1998 كانت واحد المبادره من رئيس لجنه القدس اللي هو الملك الراحل الحسن الثاني باش يتم تاسيس واحد الوكاله. هذه الوكاله تسمات بوكاله بيت مال القدس الشريف اللي المقر ديالها في المغرب، والهدف منها هو تجمع مجموعه من التبرعات اللي غادا تمشي للشعب الفلسطيني باش يتم الدعم ديالو والتمويل ديالو وتمويل المشاريع والبرامج في جميع القطاعات، سواء قطاع التعليم، الاسكان، الصحه وغيرها من القطاعات. كان الهدف منها هو المساهمه بواحد الشكل اللي بسيط في الحفاظ على التراث الديني والحضاري ديال مدينه القدس. ومن نهار التاسيس ديال هذه المنظمه المغرب كان هو اول مساهم فيها بواحد النسبه ديال 87% من النسبه ديال مجموع المساهمات اللي كتجي من باقي الدول. تقريبا سالينا من داكشي اللي كداز ما بين المغرب وفلسطين ديال المحبه. غادي نهضر لكم على السبب اللي خلى الملك الراحل الحسن الثاني غادي يغضب على ياسر عرفات، لدرجه ان الحسن الثاني غادي يهدد كل مغربي غادي يدعم ولا غادي يهضر على القضيه الفلسطينيه، وخلى كل شيء ما فاهم حتى حاجه وما عارفش شنو السبب. ولكن الحاجه الوحيده اللي اعلن عليها ان اي واحد غادي يدعم فلسطين غادي يتحاسب. عام 1987 كان واحد الاجتماع لتدارس اشغال المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمه الجزائريه الجزائر. كان واحد الاختيار من الملك الحسن الثاني للمستشار ديالو اللي هو احمد بن سوده، اللي كان هو المكلف بملف الشرق الاوسط وحتى القضيه الفلسطينيه. هذا الاختيار كان من الحسن الثاني باش ان احمد بن سوده يمثل المغرب في هذا الاجتماع. المشكل هو فاش مشى بن سوده للجزائر باش يحضر لهذا الاجتماع غادي يتفاجأ بحضور زعيم جبهه البوليزاريو في ذاك الوقت اللي كان هو محمد بن عبد العزيز اللي كان داخل القاعه. وزادت المفاجاه ديالو كبرات فاش الرئيس الفلسطيني غادي ينوض وغادي يصافح هذا الزعيم الانفصالي ياسر عرفات اللي كيحظى بتأييد ودعم الحسن الثاني، كيصافح اعدى شخص عند الحسن الثاني. والمشكل الكبير ان عطاوه الحق يلقي واحد الكلمه في هذا المجلس. هنا خونا غادي يستغل الفرصه وقال في الكلمه ديالو ان الشعب الصحراوي راه كيعاني نفس المعاناه ديال الشعب الفلسطيني، يعني حنا المغاربه محتلينهم، وكان كيقصد ان المغرب محتل الصحراء على حسب ما كيزعموا. هادشي اللي غادي يخلي بن سوده انه ينسحب وغادي يبعث بواحد البرقيه في البلاصه للملك الراحل الحسن الثاني باش يخبروا شنو وقع في هذا الاجتماع والتفاصيل اللي طرات فيه. هاد التفاصيل وهاد الاخبار غادي تشعل النار ديال الحسن الثاني وغادي تخليه يغضب، حيت الوحده الترابيه خط احمر عند الملك وحتى عند الشعب المغربي. داكشي علاش غير في اللحظات اللي قليله من ورا ما وصلوا هاد الخبر وهاد التفاصيل غادي يخرج وغادي يخطب في الشعب ديالو وبالدارجه المغربيه الخطاب اللي مازال عاقل عليه الاغلبيه ديال المغاربه. الملك الحسن الثاني اضاف في هذا الخطاب ان المغرب اعطى الامر لجميع الممثلين ملي يكون شي حفل دولي كيهضر على فلسطين ولا القضيه الفلسطينيه انهم يخرجوا في البلاصه من هذا الحفل. ولا شفنا الملك الحسن الثاني كان منفعل بزاف في هذا. ولكن واخا هذا الغضب غادا تخرج واحد الوثائق سريه اللي غترفع الستار على داكشي اللي طرا. هاد الوثائق اللي جات من المخابرات الامريكيه وبينات في ديك الفتره ان المغرب كان مستهدف من عند بزاف ديال القاده والرؤساء ديال الدول العربيه، بحال مثلا قائد ليبيا اللي هو معمر القذافي، وحتى الرئيس السوري الاسبق اللي هو حافظ الاسد اللي كان كيخطط بواحد الشكل سري باش يطيحوا بالنظام الملكي في المغرب. القذافي في ديك الفتره وبحكم انه كان من الداعمين الاوائل ديال جبهه البوليزاريو فكان كيقوم بالابتزاز ديال الرئيس الفلسطيني اللي هو ياسر عرفات، وكان كيخلي ياسر عرفات انه يظهر في الواجهه مع القاده ديال البوليزاريو، وهذا الشيء ضد في المغرب وفي المغاربه. وفي المقابل كانوا كيقدموا ليه واحد المساعدات والدعم مادي، حيت في ذاك الوقت فلسطين كانوا في امس الحاجه لهذه المساعدات الماديه. يعني ياسر عرفات كان كيضطر انه يدير دوك كلشي. هذا الشيء غادي يسالي من بعد ما غادي يتلاقى ياسر عرفات بالملك الراحل الحسن الثاني، وغادي يعتذر منه على هذا الفعل اللي دار وغادي يبرر ليه داكشي اللي كان كيدير. وهذا الشيء غادي يخلي العلاقات المغربيه الفلسطينيه انها ترجع لبلاصتها. وحتى من بعد الوفاه ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله والتولي ديال الحكم من طرف الملك
محمد السادس. فهو غادي يبقى مستمر في الدعم ديال فلسطين والدعم في الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه. يعني كخلاصه المغرب غيدافع على القضيه الفلسطينيه وبحرقه كبيره دائما وابدا، وكيعترف ان القدس هي عاصمه فلسطين، وكاين بين الفلسطينيين والمغاربه حب وتقدير كبير. ودائما ما كيخرجوا اخواننا الفلسطينيين في تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكيبينوا على هذا الحب الكبير اللي عندهم تجاه الشعب المغربي وتجاه المغرب. وما عمر هذا الشيء ما غادي يسالي، وما عمر هذا الحب ما غادي يسالي، وما عمر هذه الاحاسيس ما غادي تبدل، واخا كيحاولوا يشعل نار الفتنه بين هاد الشعوب بجوج. حتى لهنا وصلنا للنهايه. كنتمنى تكون الحلقه عجباتكم. ما تنساوش بحال ديما اعجاب بالفيديو، اشتراك في القناه، بارطاج مع الاصدقاء والفاميله. السلام عليكم.